طيب ابو حيدر يقول الوائلي برأ عائشة في الافك، وكثير من البكرية ياخذون يعني حكم الوائلي على براءة عائشة في الافك، والشيعة برؤوها. يعني دينك من فمك. طاف شيء يعني ما ادري. طاف. بعض الإخوة أنا فقط أقول فليرجعوا إلى أقوالي السابقة، لأنه هذا يحرق دمي. يعني ما أدري الإخوة ليش يعني شوي يرحموني إن شاء الله. لأنه إذا الآن هذا أريد أن أرد على هذا الموضوع وأرد على الوائلي فراح تصير مشاكل كثيرة. نعم. أقل شيء راح أقول أن الوائلي فاسق، فما يقبلون، وهذا عين الحق، ما يقبلون. شو نسوي مع الناس؟ عندنا مشكلة مع البكريين مفتونين بأبي بكر وعمر وعائشة أصنامهم. عندنا مشكلة حتى مع بعض الشيعة مفتونين بالوائلي، بمحمد باقر الصدر، حسن نصر الله، مقتدى الصدر، ما أدري منه. مع هذا عندك مشكلة، مع هذا عندك مشكلة. تعرض الحقائق ما يقبل. شلون تقول فاسق؟ عبارة فاسق. رجال شيخنا، عبارة رجال. فاسق. لما أقول فاسق يعني أقول فاسق وكلمة الله عز وجل يحاسبني عليها. فاسق. فسق الوائل لمن يعرفه عن كثب يزكم الأنوف. يزكم الأنوف. يكفيك أن تعرف أنه والده مات وهو غاضب عليه. ما نريد أن نتكلم كثيرا. لا تجعلوا مقياسا لكم أحدا من الرجال. لا تجعلوا المقياس رجال. حتى أنا إذا واحد يقول الآن أو أسمع واحد يقول هذا حق لأنه شيخ ياسر قال حق، أول من أحاربه أنا. هذا المنطق لا أقبله. قول إيه للذي عرضه شيخ ياسر من الأدلة من الحقائق، إيه من كلام القرآن، من كلام أهل البيت، من الأدلة، من الروايات، من الشواهد، صحيح. أنا وظيفتي ناقل، أنا أعرض لك الحقائق. أنت لازم يكون موقفك في تمييز الحق من الباطل بناء على هذه الأدلة. تدور مدار الدليل، مو لأنه فلان قال، مو لأنه فلان قال. تعرف الحق تعرف أهله. اعرف الحق تعرف أهله، مو أنه يعرف الحق بالرجال. هذه الظاهرة كان يحاربها إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأنه سببت مآسي. اجوا لأمير المؤمنين قالوا له كيف تريد منا أن نعتقد بأن طلحة والزبير وعائشة على باطل وهم من هم؟ قال إنك امرئ ملبوس عليك، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لا تخلي المقياس الرجل. شنو يعني الوائلي قال؟ وائلي يقول اللي يقوله على المنبر. كم من شيء قاله الوائلي على المنبر وهو على النقيض تماما مما قاله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وابحثوا تجدون. أشهد أن عمر ولي الله واحدة منهم. رجل ينكر الرجعة، رجعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في عصر الرجعة، وأئمتنا يقولون ومضمونه من لم يقل بالرجعة فليس منا، ليس من شيعتنا من لم يؤمن برجعتنا. احنا نقرأ في الزيارة الجامعة المقدسة المعتبرة المروية عن إمامنا وسيدنا علي بن محمد الهادي صلوات الله عليهما، نقرأ أنه نقول هكذا نخاطبهم، أقول موقن برجعتكم، موقن. اللي ما يؤمن برجعة الأئمة عليهم السلام خارج عن التشيع. فعلى أقل تقدير الوائلي خارج عن التشيع، إذ ينكر الرجعة ويهزأ بالرجعة ويقول أنه هذا مو صحيح وهذا كذا، وحتى أصلا يتقول على بعض العلماء يقولون أنه حسب ما نقلوا لي يعني البعض ذاك أنا أدري سامع منه مباشرة أنه ينكر الرجعة، ولكن كونه يتقول كذا سمعت من أحد الإخوة اللي من طلبة العلم يعني. هذا كافي يا أخي. مصائب كثيرة عند الوائلي. يقول أنا ما عندي مانع واحد يقول في الأذان والإقامة أشهد أن عمر ولي الله. عنده مشاكل كثيرة. أصلا ثقافة الوائلي ثقافة بكرية أيها الإخوة، هو هم دارس بالأزهر. ثقافة بكرية، ثقافة مأخوذة من طه حسين ومن ما أدري منه، من آل المتردية والنطيحة.
أنهن؟ أبو حنيفة يمجد بي يعظم بي ما أدري شنو أمثال هؤلاء يعظم بهم. منو قال الوائلي نظيف العقيدة؟ من يقول لكم هذا؟ كون أنه في فترة زمنية معينة تسيد المنابر، خير إن شاء الله تسيد المنابر، لا تغتروا أيها الإخوة بالبهرجة. إحنا مشكلتنا صوت الحوزات الأصيلة الشيعية الرافضية كان مكتوم طوال سنوات، لأنه ما يحبون بشكل واضح، يحبون الذي معه دنيا واللي تكون أجواء يعني مريحة. أما ال الأصوات الحوزوية الطاهرة النظيفة التي تكون متمسكة حرفيا بمبادئ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما يريدون، لأنه يسبب مشاكل. يعني طبيعي يكون أكو صدامات. شوفوا عينا لماذا رفضوا عليا وقبلوا بأبي بكر وعمر؟ لأن أبي بكر وعمر وجودهم ما يسبب مشاكل. ماكو مشاكل تصير مع القبائل ومع الناس ومع أصحاب النفوذ. أما علي إذا جاء يسبب مشاكل وعنده مليون مشكلة مع 1000 طرف، فما يريدون عليا. يجيب لك عمر حتى يخطب عمر ويقول لك البيض والطماط والما ادري الدجاج والى اخره، خطب عمر موجوده زين، والطحين والى اخره، خطب يعني ركيكه سخيفه. ما يريد عليا، لان مع انه علي عنده نهج البلاغه، خطب امير المؤمنين صلوات الله عليه ما يريد، لانه صاحب مشاكل. فاحنا نفس الشيء نعاني إن في اوساطنا في العالم الشيعي. وانت تتصور شنو العالم الشيعي كله طاهر يعني ما ملوث؟ العالم الشيعي حاله هم بشر، مثل ما البكرين فيهم ملوثين، العالم الشيعي فيهم ملوثين. هم اكو ناس ممن يدعون العلم في العالم الشيعي، هم من يدعون الحوزوية، ممن يدعون الخطابة، ممن يدعون المرجعية، اوسخ منهم ماكو. دنيويين، فسقة، منحرفون، بتريون، متملقون للنواصب والمعادين، يتلاعبون بتراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وبتعاليم يلبسون على الناس. منهم يجب أن تكون فطنا، يجب أن تكون واعيا. أنت شوف، أخذ كلام الوائلي اعرض على كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هو يبرع عائشة، عندك رواية من أهل البيت عليهم السلام ولو واحدة تبرع عائشة؟ عندك؟ أصلا منو قال هاي قصة الإفك نزلت في عائشة؟ من الذي قال أصلا نزلت في عائشة؟ عائشة قالت نزلت فيني. ما يصير احنا نبني على هذا الكلام. أهل البيت أدانوا عائشة، أهل البيت قالوها صريحة إن عائشة فاجرة، فجرت في طريق البصرة. الإمام الحسين عليه السلام خاطب عائشة في يوم جنازة الإمام الحسن عليه السلام بخطاب شديد، خطاب تقريعي تعنيفي تأنيبي، من بين ما ذكره الإمام الحسين صلوات الله عليه وبأبي هو وأمي لعائشة أنه أنت أدخلت في بيت رسول الله الرجال. هذه كلها اتهامات ثابتة على عائشة لأنها صادرة من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. يا أخي هذه امرأة قتلت رسول الله، لا يكون أن رسول الله عندكم رخيص الدم هكذا. هذه امرأة قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سمت جدنا رسول الله. فشنو يعني تبرئتها؟ شنو يعني أنه واحد يدافع عنها؟ فليكن الوائلي ولا اللي أكبر من الوائلي. فلنفرض حتى لو افترضنا الوائلي الآن رجل عادل، نقول مو فاسق، نقول عادل مثلا، فليكن أنه عادل وليس بعادل، احنا نعرف خياسة كله، وكان بالكويت وتعرفون أنا هم بالكويت وأعرف أشياء كثيرة. المهم نفرض أنه عادل، يا أخي إنسان يخطئ. إذا أنا أشوف كلامه مناقض معارض لكلام الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، مو هالشكل؟ أخذ كلام أئمتي أنا، ليش أخذ كلام هذا؟